اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده حلقه جديده كده مميزه مختلفه شويه. وقلت كده اخصص في الحلقه دي منطقه واحده، منطقه الحي الحكومي والمالي. قلت كده وانا ماشي كده ابتدي بجراند سكوير، مول التابع لشركه بيراميدز كده، ونشوف المول ده طبعا شغال. وانا عملت لكم الفيديو اللي فات وريتكم تشغيل المول من جوه عامل ازاي، والمطاعم والكافيهات والنافوره الراقصه ومدخل المول من ناحية الشارع الرئيسي. من داخل مول بيراميدز زي ما احنا شايفين كده. اهو بند الأحصنة، صورة راقصة اهي، شاشة كبيرة، بيت اهو، سباكيتي احنا كده جوه مول بيراميدز زي ما احنا شايفين اهو. تشطيبات تسكاليني، معروف طبعا تسكاليني مطعم. ومن اتجاه الناحية التانية الشارع الجانبي. طيب، النهاردة قلت كده طبعا ده المول التاني التابع لشركة بيراميدز، خلاص على وشك الانتهاء ويركب فيه الواجهات والكلام ده. طبعا النهاردة كده قلت اعمل الفيديو ده للناس اللي حابة تستثمر في الحي الحكومي والمالي. الحي ده طبعا ممتاز جدا وجميل جدا، بالذات في الإداري، وحتى لو في تجاري بسيط كده يخدم على الإداري هيكون ممتاز جدا. أنا النهاردة بفكر أفتح حاجة سريعة أو أستلم حاجة زي ما احنا شايفين كده، موجودة على أرض الواقع جاهزة. أطلع أشوف الدور اللي عايز فيه المساحة، أطلع أشوف احتياجي، الفيو بتاعي، مساحتي كم متر، الكلام ده كله أقدر أعينه النهاردة من على أرض الواقع، وابتدي اشتري واستثمر. طبعا الحاجات دي كلها من اول 6 شهور لسنة، تمام، يتركب الواجهات بتاعتها وتتشطب وتبقى فولي فينيشد. المكاتب الإدارية كده كده طبعا بتتسلم متشطبة بالتكييفات. المحلات التجارية والريتيل دول طبعا بيتسلموا كور اند شيل على الطوب الأحمر. طبعا مش عايزين ننسى ان كل واجهة من واجهات المول دي بيبقى ليها فيو مفتوح، منهم اللي الفيو على البرج الأيقوني، وفي فيو على المساحات الخضراء، ومنهم الفيو على مسجد مصر، وفي منهم الفيو على الوزارات، ومنهم فيو على البنوك. طبعا كل واحد او كل عميل حابب النهارده يبتدي استثماره في منطقة الحي الحكومي يقدر النهارده يشوف الوحدة بتاعته ويعينها على الطبيعة ويختار الفيو اللي هو حبه بالنسبة للإداري أو التجاري. طبعا زي ما احنا شايفين كده المساحات الخضراء والخدمات كمان موجودة، والجراشات تستوعب كم العربيات اللي هيكون موجود. كل حاجة مجهزة فعليا ومتشطبة فولي فينيشد، جاهزة على التشغيل على طول. طبعا زي ما احنا شايفين كده المساحات متشطبة ازاي، والشوارع واسعة ازاي. وطبعا المنطقة اللي فيها المساحات الخضراء دي كلها بديزاين جميل جدا والوان مختلفة في الزرع. طبعا كل حاجة مخدومة فعلا وخدت وقت. وطبعا العاصمة من 2019، الحاجات دي كلها انجاز انه طلع بالمنظر الرائع اللي احنا شايفينه قدامنا كلنا ده. وطبعا في الفيديو ده انا مخصص الحي الحكومي عشان افرجكم عليه وعلى تفاصيله حتة حتة، عشان نتفرج مع بعض على كم الانجاز اللي حصل من سنة 2019. حاجة في منتهى الروعة. شايفين زي ما احنا شايفين من بعيد كده البرج الايقوني اللي خد باله، حاجة جميلة جدا بصراحة. طبعا معظم المولات زي ما احنا شايفين متشطب الواجهات بتاعتها، واللي متشطب نص الواجهات بتاعته. طبعا احنا بنتكلم من 6 شهور لسنة يكون كل الواجهات دي بإذن الله كلها خلصانة ومتشطبة. وطبعا ناخدكم كده ونخش على الوزارات. طبعا الوزارات كلها معمولة بتصميم واحد وديزاين واحد، وده حاجة فعلا في الشكل النهائي جميل جدا. وكانت دي وزارة المالية، ودايما الوزارات كلها قدامها مساحات خضراء زي ما احنا شايفين. حاجة في منتهى الروعة والخيال. تشطيب عالي، كواليتي عالي جدا. طبعا انا بنتفرج مع بعض على ادق التفاصيل وادق كل حاجة معمولة
في الديزاين زي ما احنا شايفين كده. حتى المداخل واسعة جدا تستوعب اكبر كم من الموظفين. طبعا خلف الوزارات انا عايز اتكلم معاكم ان خلف الوزارات موجود المنطقة الخدمية اللي موجودة فيها المطاعم والكافيهات، ودي طبعا بتخدم على كل الموظفين، لان انا عايز افكركم برضو ان 50% من الموظفين تم تشغيلهم بالفعل في الوزارات، وده بيؤدي ان منطقة الحي الحكومي منطقة سريعة التشغيل، وطبعا انجزت كتير. فده الفترة القادمة كلها المنطقة دي هتشتغل بدرجة كفاءة 100%، وده هيحفزنا ان احنا النهاردة لو احنا حابين ناخد مكتب اداري او محل تجاري يخدم على الموظفين، فده عامل اساسي ورئيسي على سرعة التشغيل او سرعة الاستثمار اللي احنا هنبتدي فيه. طبعا فيديو النهاردة يمكن طويل شوية، بس انا حبيت النهاردة اوريكم الحي الحكومي بكل تفاصيله. يا رب يكون عجبكم كل الحي الحكومي. والنهاردة الفيديو ده زي ما انتوا شايفين كده حاجة بفصل فيها كل حاجة بتفاصيل دقيقة جدا، عشان كلنا ناخد بالنا من التشطيب ومن اللوكيشن وتشغيل اللوكيشن. النهاردة الناس موجودة فعلا وعربيات كتير وموظفين وناس بتنقل الموظفين واتوبيسات كتير موجودة لنقل الموظفين. زي ما انتوا شايفين في كل حتة كده عرض الشارع كبير جدا يعادل 60 متر عرض الشارع. ايوه ده المدخل اللي ورا اللي انا دخلت منه من خلف الوزارة، وفي طبعا مدخل تاني من امام الوزارة بيدخلك على منطقة المطاعم على طول. يا رب ما اكون طولت عليكم في فيديو النهاردة. ما تنساش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس ويوصلكم كل جديد. شكرا، استنوني في فيديو جديد. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا دلوقتي قاعد قدام كشري هند في المنطقه الخدميه بمنطقه الوزارات. المدخل اللي هو من ناحيه جامع مصر اللي احنا شايفينه كده من بعيد. تمام، انا قاعد على كافيه دلوقتي في وش كشري هند. احنا شايفين كده ده مسجد مصر كده، تمام، ودي منطقه الوزارات. وبنخش دلوقتي على منطقه المطاعم دي الداخله. بص اول ما نلاقي كشري هند وده كده اهو مسجد مصر، تمام، ودي الوزارات اهي كشري هند الوزارات مسجد مصر. هتخش من الشارع اللي جنب كشري هند ده هيدخلك على منطقه المطاعم، تمام.